السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. معاكم أميرة في المطبخ. النهاردة بصراحة مش عايزة اقول لكم، يعني مش عارفة اقول لكم المنظر اللي انا فيه. يعني احنا عملنا غدا النهاردة كبدة ومكرونة وكده، وبعدين طبعا من شغل البيت وكده تعبت، دخلت ريحت حبة، نمت، صحيت لقيت المطبخ بالمنظر ده. هغسل بقى معاكم وهوريكم، يعني ربنا يدينا الصحة يا رب. وهنعمل ايه؟ لازم كل يوم نعمل اكل وكده، ونأكل اولادنا وكده وازواجنا، وربنا يحفظهم لنا يا رب من كل شر وكل سوء يا رب، اللهم امين. هنا انا طبعا هغسل المواعين دي كلها. هنا اطباق اهي كتير، معالق. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الدنيا مكركبة حواليا، ومحدش بيساعد، وكل حاجة عليا انا طبعا. ربنا يا رب يقوينا كده ويدينا العمر ويفرحنا بأولادنا يا رب، اللهم آمين. هنا حضراتكم شايفين انا هنا لازم عندي بشطب المواعين الاول، بشطفها الاول وكده قبل ما بعملها بالبريل. هنا بشطفها تحت المية. لازم بشطف في الاول المواعين عندي، وبعدين ابتدي ان انا اغسلها ببريل. هنا اهو بعد ما شطفتهم نزلتهم تاني في الحوض، وهنا بحط بريل وكده وهغسلهم. طبعا ربنا يديني الصبر على بال ما اخلص الكمية دي كلها، والحمد لله ربنا يقوينا يا رب. طبعا انا يعني المفروض نعلم اولادنا ان هم يساعدونا في كل حاجة ويبقى رحيمين بينا وكده، عشان يعني يتعودوا ان هم يشيلوا المسؤولية ويشيلوا هم اهاليهم وكده، ربنا يحفظهم. بس انا طبعا عشان عيالي لسه صغيرين وكده، فانا كل حاجة عليا انا. ربنا يقويني يا رب. زي ما حضراتكم شايفين هنا انا بغسل الحلل. بصراحة كده يعني انا مش بيعجبني كمان، حتى لو اولادي غسلوا او عملوا معايا حاجة، انا بصراحة برضك مش بحب اولادي ان هم يخشوا المطبخ يعملوا لي حاجة، بيكسروا لي اي حاجة، لا اما يضيعوا لي حاجة كده يعني. انا احب اعمل كل حاجة بنفسي، ودايما بدعي دعوة ان انا ربنا ما يحوجني لحد يا رب، والكلام ده. والمفروض كلنا ندعي الدعوة دي، ربنا ما يحوجنا لحد يا رب، ويدينا الصحة وقوينا يا رب، اللهم امين. انا لابسه الجوانتي طبعا، سبحان الله انا اول مره البسه وانا بغسل الاطباق. انا اصلا من النوع اللي مش بحب البس حاجه في ايدي، وبحس كأن حاجه مضايقاني، بس عشان اول مره بس ان انا اصور لكم وانا بغسل المواعين. هنا لبسته حبه وبعد كده قلعته من ايدي. طبعا سبحان الله، الواحد بعد ما بيخلص المواعين ويشطب المطبخ وكده ويطلع، يعني كأنه الحمد لله ارتاح، يعني راحة كبيرة وحالة نفسية. سبحان الله، كل ما بنخلص الشغل اللي ورانا ونقعد وكده بنبقى مرتاحين نفسيا اكتر. حتى لو مثلا روقنا قبل ما ننام الشقة والكلام ده، لازم طبعا نخلي شقتنا على طول ان هي نظيفة، ونبقى نضف بيوتنا. لازم ما نخليش حاجة ورانا ونسيبها ونخش ننام. انا من النوع ده بصراحة، ان انا ما اعرفش انام واسيب حاجة ورايا. ربنا يقوينا. لازم اخلص كل اللي ورايا قبل ما انام. بحس براحة، مش عارفة، بحس براحة نفسية بصراحة، يعني راحة نفسية كبيرة.
يا رب ريح يا رب نفسيتنا دايما يا رب، وابعد عنا كل مرض وكل حسد وكل شر يا رب، اللهم امين. هنا انا كنت بغسل معاكم الطاسه بتاعه الكبده وكده، طبعا انا غسلتها اكتر من مره علشان ريحه الزفاره فيها. انا من النوع اللي ما بحبش ريحه الزفاره في الحاجه، لازم بغسل الحاجه مره واتنين. انا بصراحه يعني كل ما باجي اغسل مواعين ولا حاجه لازم بحطها فوق الحنفيه تصفي ميتها، من زي كده اللي زي كده يكتب في التعليقات ان انا احط الحاجه كده، الاطباق والحاجه على الحنفيه تصفي الميه، وبعدين احطها في المطبقيه او احطها على قماشة ناشفة او على اي حاجة تصفي ميتها، وبعدين بعينها. لازم انشف الحاجة قبل ما اعينها علشان طبعا المطبخ ما يبص الخشب الألمونتال بتاع مطبخك، لازم يعني نحافظ على الحاجة. طبعا احنا الدنيا بقت غلا دلوقتي وكده، وربنا يقوينا على مصاريفنا ومصاريف اولادنا يا رب، اللهم امين. فطبعا اي حاجة عند اي حد صعب ان انت تعوضها يعني وكده في الغلا اللي احنا فيه دلوقتي، فلازم نحافظ على اي حاجة موجودة عندنا. هنا انا كنت قربت اخلص اهو، ده اخر جزء في المواعين. طبعا انا كل ما اجي احط حاجه وانوي ان انا اخلص الاقي عيل جايب طبق، عيل جايب كوبايه كده، يعني اي حاجه بتطلع لي من اي حته يعني. طبعا لما المطبخ بيكون متكركب مواعين بتحسي كأن جبل المطبخ مليان جبل مواعين ما بيخلص، وبتحسي ان انت مش هتقدري تعملي ده كله، وبتقولي يا رب امتى اخلص يعني من غسيل المواعين دي واقعد ارتاح. بس هو سبحان الله للأسف حياتنا يعني مش فيها راحة، طبعا اللي عنده أولاد مش بيقعد يرتاح، لا بنروق لا بننشر لا بنغسل لا بنذاكر لا كده يعني، لا بنغسل لا بننشر أي حاجة، لا واقفين في المطبخ. طبعا بالنسبة ان احنا احنا اللي بنطبخ، واحنا اكترية الوقت بنقضي في المطبخ،
فلازم المطبخ يكون متشطب اول باول عشان طبعا يديكي طاقة ايجابية وانتي داخلة تطبخي وانتي داخلة تعملي اي حاجة، عشان كده تبقي مرتاحة نفسيا وانتي واقفة بتطبخي. وده لازم دايما ندعي ان احنا ربنا يقوينا ويدينا البركة يا رب، ويجعل في اجسادنا البركة والصحة يا رب، اللهم امين، واجساد امة المسلمين اجمعين.
هنا الحمد لله انا كنت خلصت المواعين. هنا جبت علبة فيها اريال وكلور وكده. لازم بعد ما بشطب المطبخ لازم اغسل الحوض كويس، واغسل طبعا، ده بيديني طاقة ايجابية. انا لو مش هغسل كل يوم مثلا لازم بكرر غسيل الحوض وكده مرتين في الاسبوع عشان يفضل نظيف وصحي. هنا بغسل الحنفيات وبغسل الحوض الاول، وبغسل السيراميك بتاع الحوض، ولازم بغسل الرخامة كويس لان كل شغلنا طبعا يعني في المطبخ، واكترية وقتنا في المطبخ بنقضيه يعني وكده. وده المكان المفروض يبقى اكتر مكان يعني فيه نظافة وكده، لان احنا بنحب نعمل اكل اولادنا وكده، والاكل اللي احنا بناكله فلازم ناكل اكل يكون صحي ونظيف. هنا انا اهو بغسل. طبعا انا بغسل بالسلكة غير الليفة اللي انا غسلت بها الاطباق. طبعا لفت الاطباق استحالة بغسل بها الحوض وكده، لان طبعا الحوض والرخام والحاجات دي بتبقى مليانة ميكروبات احنا ما بنبقاش شايفينها بعينينا، فلازم بغسل، لازم بشطف كويس واغسل كويس. هنا بعد ما خلصت، هنا انا جايبه كوبايه اهو بعد ما عملت بالاريال والكلور. انا جايبه كوبايه عماله انزل بيها ميه عشان طبعا ينضف. طبعا انا بفضل ادلق كذا مره وكده عشان الحوض ينضف معايا. سبحان الله، اخر تشطيفه للمطبخ دي بتحسي خلاص ان انتي اديتي اللي عليك، وبتبقي انتي خلاص هتقعدي وترتاحي، بتبقى عندك راحه نفسيه كبيره. انا جبت ومسحت الرخام كده خلاص، دي اخر مرحله. هنا غسلت الحوض بردك، دعكته بالسلكه، واخش بعد كده على اللي هي الرخامة بتاعة المطبخ اللي بنعمل عليها الاكل ونحط عليها الطبق وكده. لازم بردك بعد ما بخلص بغسلها بردك بالسلك حلو والكلور الاريال. هنا هو انا بغسل بردك بنفس المواد اللي غسلت بيها حوض المطبخ، بغسل بيها الرخامة. وبعد ما بخلص وكده بردك لازم بجيب المساحة اجمع الاريال، المية باريال وكده اللي انا عملتها دي، وبعد كده اجيب قماشة مبلولة امسح بقى اللي انا عملته الاريال والحاجات دي المها بيها. هنا اهو زي ما حضراتكم شايفين، هنا المساحة اهي، ودي المية اللي انا جمعتها. بجيب قماشة نظيفة بكون مبلاها. طبعا انا بيبقى عندي قماش للمطبخ يعني كل حاجة ولا حاجة. عندي قماش امسح بيه الرخامة كده يعني، قماش انشف بيه المواعين لو في حاجة عايزة تتنشف، قماش امسح بيها البوتاجاز كده يعني. هنا انا بعد ما خلصت الرخام وكده انا بمسح البوتاجاز. طبعا انا لازم اعمل اول باول، انا لو ما عملتش ونضفته وكده بلاقي النمل مالي الدنيا، بالذات في الصيف والحر احنا عارفين ان النمل بيبقى كتير وكده. فعشان ما ندلوش فرصة طبعا ان هو يبقى موجود في بيوتنا وكده، لان طبعا في نمل بيقرص وقرصته بتبقى صعبة، فربنا يسترها يا رب وكده. انا لازم اعمل اشطب المطبخ اول باول يبقى نظيف، بحيث ان انا ملاقيش نمل، الاقي صرصار، الاقي دبانة، الاقي اي حاجة. وهنا اهو بعد ما خلصت المطبخ يا حبايبي احسن راحة والله، اجمل راحة نفسية الحمد لله. هنا شطبته وبوريك اهو بعد ما غسلت المطبخ والحوض والبوتاجاز والرخامة. هنا انا خلصت زي ما حضراتكم شايفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.